السودان بالاشتراك مع مؤسسة ثقافية تقريبا يمنية. هو من على كل هذا خلاصة مستعجلة، وما أدري إذا فيه بقية أسئلة، ما أدريش. نعم، هنالك الكثير من الأسئلة وقد تحدثت ساردا سيرتك الذاتية، لكن ذي بدء دعنا نغوص في التفاصيل منذ البداية. أنت بدأت تكتب الشعر كما قرأت وعمرك حوالي 14 عاما أو 15 عاما، عام 1958. نعم. كيف اكتشفت أنك شاعر وكيف كانت بداياتك الشعرية؟ سبق وأن قلت أنني كنت راعي أغنام، وكنت راعي أغنام وزميلا لرعيان وراعيات في الفيش في بلادنا. تعرف الفيوش وساع، مساحات التواصل مع الطبيعة، كان هناك عدم الحواجز غير كبيرة بين الأتراب، وخاصة في المرعى. فكنا نستمع، كانت بلادنا كلها بلادكم، بلادنا الشاهل، الأمرور، المحابشة، كحلان، المفتاح، جياح، هذه كلها من الأرض الخصبة التي كانت أيام الزراعة فيها لا تخلو من مفاجآت وموحيات للإبداع. كنا في المرعى نستمع في أيام العلان في الصيف، نستمع العلان، المهايد، الأغاريد، الأناشيد، لما يقوله الناس أيام الصراب. وكنت أتلذذ عندما أسمع البالة مثلا، والبالة تعرف أنها كلام شعري يغنى بالصوت العالي. يومها حاولت أقلد الكتابة على هذا المنوال. أيضا استمعت إلى أغاني الأعراس، حاولت أن أقلد، وهكذا بدأت البواكير الأولى أو الخميرة الأولى من هنا. لكن عندما كنت في المحابشة التقيت بالزملاء الشعراء وأستاذ كان يدرسنا الأدب، الأستاذ أحمد هاشم عبد الله الشهري رحمة الله تعالى، وكان شاعرا، أتى من حجة خصيصا ليدرس الطلبة في مدرسة المحابشة الأدب. كان يفرض علينا نقرأ كل أسبوع مقطوعة مقطوعة شعرية كبيرة من ديوان أبو تمام، المتنبي، الرصافي، شعراء قدامى ومعاصرين، ثم نلقيها بالصوت العالي في حرم الجامع، أداء منغم. كان شاعرا. أنا كان معي الزملاء هناك، التقيت من حسن الحظ بالزميل الشاعر الأستاذ القدير علي عبد الرحمن جحاف، اشتركت معه في هذا الهم، وكنا عندنا الهاجس نفسه. هو كان يكتب وأنا كنت أكتب، لكن كما هو معلوم في القرزمة الأولى لم تتضح الرؤية لدينا، ولهذا أنا عندما طبعت المجموعة الأولى من الغابة لم أكن أعرف كيف يطبع الكتاب، كيف تراجع البروفة، كيف يتم إخراج الكتاب. ولهذا أرسلت المجموعة مع صديقي إلى بيروت إلى دار العودة، فطبعت بعلاتها بأخطائها، لكنها كانت العمل الأول. من حسن حظ العمل هذا أو من حسن حظي على أنه تناوله 2 من 3 من المبدعين في اليمن، الشاعر الأستاذ أحمد الماخذي، الأستاذ الأستاذ أحمد الماخذي، علي قاسم المؤيد، أيضا علي قاسم المؤيد، وثالث لا أذكر اسمه الآن. أثناء كتب المقدمة الأستاذ الدكتور أحمد الماخذي، فكتب مقدمة فضفاضة، قال أنني شاعر ويستحق.
فرحت بالشهادة هذه إلى حد النشوة، ولكنني فرملت. ليش فرملت؟ بدأت أحس بالغرور، تمام، وعدنا في أول الطريق تركت الجانب هذا، تركت الغرور، بدأت أبحث عن نفسي في عملي أنا، لا فيما يقول الناس. كثر خير الناس حيثما وجدوا، وحي بالكلمة الطيبة من أينما جاءت.